السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا بقى مع بعض نعمل القرنبيط بطريقة هتعجبك، كأنك بتاكلي بالظبط كنتاكي، طعم حكاية. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبت حلة وحطيت فيها مية، واول ما المية بدأت تغلي ضفت فيها 5 معالق من الحليب او اللبن، وهضيف معلقة من الكمون وكمان معلقة من الملح. جبت القرنبيط، طبعا جبت قرنبيطه كده حلوه وغسلتها كويس وقطعتها، وبدات حطيتها في الميه اول ما بدات تغلي. اللبن والكمون مش بيخلي اي ريحه في القرنبيط، يعني كانك كده مش بتشمي ليه اي ريحه وهو بيتسلق يعني. والكمون بيضيع الريحه والغازات اللي بتطلع من القرنبيط. اللهم صل على النبي. قلت هنا ايه، احمر البطاطس على ما اعمل الخلطه اللي هضيفها على القرنبيط. خلطه بجد حلوه جدا وهتعجبك جدا جدا، كمان في الطعم والشكل هتلاقي طعم مختلف. 5 فصوص من الثوم، وحطيت عليهم فلفل اخضر او رومي زي حراق يعني، او رومي اللي عندك اللي متوفر حطيه. دقيتهم كويس مع بعض ناعم، وضفت كمان طماطميتين مبشورين. وتعالوا بقى نضيف التوابل، فلفل اسمر وملح وكمون و7 بهارات، وضفت كزبره، واللهم صل على سيدنا محمد سنه بسيطه جدا من القرفه، وكمان ضفت بابريكا وكركم وتوم باودر وبصل باودر. ضفت البهارات دي بجد هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. وضفت كمان مكعب ماجي. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، بجد الريحة تحفة. جبت عندي 2 حبة من البيض، ضربتهم كده في بعض وضفتهم على الخلطة. هضيف معلقتين من النشا، وكمان ضفت الدقيق حسب بقى ايه ما تلاقي القوام بتاعه مناسب، وضفت معلقة من البيكنج باودر. تعالي بقى للخضرة، غسلتها وقطعتها صغير جدا. بدأت اضيف المية واقلب كده كل الكلام الجميل ده في بعضه لحد ما احصل على القوام بتاعي مناسب، ولا خفيف ولا تقيل. تمام بالظبط كده. بجد هتاكلي احلى قرنبيط، ولا شارب منك زيت، ومقرمش ومحرمش وطعمه حلو جدا، كانك بتاكلي بالظبط كنتاكي. يعني انا ابني معرفوش، قال لي يا ماما دي فراخ كنتاكي، قلت له اه والله يا مالك، هو زي الكنتاكي واحسن كمان. الحمد لله يا رب على كل حال، ويا رب تفضل النعمه موجوده في كل البيوت. سبته شويه في الخلطه اللي انا عملتها، مش قادره اقول لكم بجد الريحه بس كده قبل ما انا اقليه ريحتها حلوه جدا. تعالوا بقى للكفر الخارجي. حطيت دقيق وبقسماط وكمان معلقتين من النشا، وقلبت الكلام ده كده كله كويس. وبدات بقى ايه، اخد قطعه قطعه من القرنبيط واغلفها كويس. عندي الزيت يكون غزير وكمان يكون سخن، بس اهدي عليه النار اول ما اضيف القرنبيط في الزيت. اعمل الكفر الخارجي ده. لو انت مش عايزه تعملي الكفر ده، ممكن تكتفي في كل الخطوات بالخلطه اللي انا عملتها وتقليه عادي بقى بالطريقه ايه المعتاده. بس بجد الطريقه دي هتعجبك جدا، مش هيشرب معاكي زيت وهيبقى مقرمش وطعمه حلو جدا. حتى لو فضل بايت عندك لتاني يوم هيفضل مقرمش زي ما هو. شايفين لونه حلو ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يلا بقى كده نقدمه مع بعض. ادي كده طبقنا الجميل، وكانت اكله حلوه. طبعا عملت بتنجان مخلل مسلوق يعني، والبطاطس، وحطيت جنبيه جرجير، وكانت اكله حلوه وبسيطه. يا رب الف هنا عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.